بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة بإذن الله هنعمل وصفة من غير دقيق ومن غير بيض، وصفة سهلة وسريعة بالبسكوت. كلنا عندنا بسكوت، اللي متوفر بقى من المدارس واللي متوفر من أطفالنا. أي نوع بسكوت لو هتشتريه من المحل هينفع. هناخد عندنا أول حاجة، أول طبقة هي هتبقى عبارة عن طبقات. أول طبقة عبارة عن 200 جرام من البسكوت، وممكن تقللي ل160، ومعانا نص كوبايه من اللبن، من ميه او اللبن. لو عندك لبن حطي، لو عندك ميه حطي. نحط نص كوبايه من الميه واربع معالق من السكر او 3 حسب ما تحبي. ده 1 2 3. انا هعمل 3 ونص عشان مش الحاجه مسكره قوي. تمام. وعندي معلقتين كبار من الكاكاو الخام او المحلي. لو عندك كاكاو محلى حطي، لو عندك كاكاو خام حطي، مش هتفرق يعني. تمام. معلقتين كبار. وهنحط فانيليا، لو عندك فانيليا سايله حطي، لو عندك فانيليا باودر حطي نقطتين كده. هو اساسا البسكوت فيه فانيليا يعني. خلاص. وهنرفعهم على النار، واول ما يغلوا هنحط لهم مكعب من الزبده، وممكن تحطيه في الاول، فانا هحطه معاكم في الاول يعني، مش هتفرق. وترفعوهم على النار لغايه ما يوصلوا لمرحله الغليان. هنا يا حبايب قلبي، هو وصل لمرحله الغليان اهو، ابتدى يغلي. هنسيبه بس يقلب قلبه معانا. تمام. اول ما يبتدي يقلب كده نديله تقليبه. سيبه بس يغلي شويه ويأثر معانا، يعني يغلي حبه والميه تأثر كده وتتبخر شويه ويتقل معانا، ونرجع لكم تاني. هنا يا حبايب قلبي هو غلي وأثر معانا. هنضيفه بقى على البسكوت. انا عايزه البسكوت يا دوبك يمسك في بعضه كده يعني، بس ما يبقاش برضه في نفس الوقت مبشن يعني، نعجن. تمام. حط كده بالتدريج، ولو في حاجه ما اتكسرتش هتكسرها كده بالمعلقه، عدت عليكي مثلا من ايدك. لسه محتاج هنحط كمان. وهنقلبه، وبعد كده هنحطه في الكاسات ديت. هنحط يعني طبقه منه، هنوزعه على الكاسات. وممكن تعمليه في صينيه بايركس او صينيه الومنيوم مقاس 20. هخلص وارجع لكم بعد ما سكنا البسكوت في الكاسات. وممكن قلنا نعمله في صواني. تاني طبقه بقى يا حبايب قلبي، عندنا الكسرولة. هنحط فيها نص كوبايه سكر او 3/4 كوبايه زي ما انت حابه، نحطها على النار بالكرمل. على هادي كده، نار هاديه او متوسطه، ونسيبها بالكرمل. سكر الكرمل براحته. وعندنا هنا 2.5 كوباية من اللبن، هنضيف ليهم 2 كبار من النشا وشعرة فانيليا. اول ما السكر يتكرمل هنضيف اللبن ده على السكر المكرمل، نحط عليه شعرة فانيليا. بسم الله كده. 1 2 معلقتين هرمين كده من النشا، ندوبهم على ما السكر يتكرمل. هنا السكر بدأ يتكرمل اهو زي ما احنا شايفين من الحواف كده. اول ما يعمل كده هنهزه كده بس هزة بسيطة، ونسيبه لغاية ما يتكرمل خالص. هنا يا حبايبي زي ما انتوا شايفين السكر اتكرمل اهوت. هنديله تقليبه كده عشان يدوب خالص وياخد اللون الجميل اللي احنا شايفينه ده. تمام. هنجيب اللبن بقى ونقلبه، لان احنا كنا حاطين فيه نشا لو تفتكروا عشان ما يتكتلش.
هنضيفه بقى هنا بسم الله على الوش. متقلقوش، هو اول ما نضيفه هيتكتل كده ويقفش، وده طبيعي، ده طبيعة السكر، ما تقلقوش خالص. هنفضل نقلب فيه لغايه ما يدوب، لان هو اصلا سكر هيدوب يعني. يا حبايبي هو ده بهو لسه بس فيه حته ديت بسيطه، هنفضل نقلب كده فيها لغايه ما تدوب خالص، واللبن يربط يبقى عامل زي المهلبيه، لان احنا حاطين فيه معلقتين نشا. حبايبي كده هنفضل نقلب لغايه ما يبتدي يعمل البلالين اللي انتوا شايفينها كده. كده هنضمن ان النشا استوى وهو ربط زي المهلبيه. اول ما يبتدي يعمل كده يطلع البلالين دي، خلاص كده اتأكدنا ان النشا استوى. هنطفي عليه ونضيف عليه معلقتين من القشطة، بس نطفي عليه الاول، او لو ما فيش قشطة ممكن نضيف زبدة، المتوفر عندك ضيفيه. الاتنين بيدوا نفس النتيجة. تمام، هنقلب كده وبعد كده نبدأ نصبه في الكاسات بالطريقة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنصبه بقى في كل الكاسات، كل كاس ياخد مثلا قيمة كبشتين كده عشان يفيد مكان نحط الطبقة التانية. هنا يا حبايبي احنا حطيناه في الكاسات اهوت، وسيبنا مكان للطبقة التانية، هنسيبها لما تبرد خالص والطبقة دي تجمد، وبعد كده هنضيف الطبقة التانية هتبقى عبارة عن الجيلي. دلوقتي بعد الطبقات التانية ما جمدت كده زي ما احنا شايفين خلاص وتماسكت، شوفوا شكل الكاس ما شاء الله، شوفوا شكل الطبقات وشكل الفراغات جميل. هنعمل الطبقة التالتة وهي عبارة عن باكيت جيلي، هنحط له كوباية من الماء المغلية من الكاتل زي ما احنا شايفين، زي ما مكتوب على العبوة اعمليه، مكتوب هنضيف كوباية مية مغلية وندوبه فيه. تمام، هنقلبه كده لغاية ما يدوب معانا، طريقة الجيلي العادية خالص اللي مكتوبة على العبوة. وبعد كده هنضيف كوباية المية الباردة ونضيفه على بقية الطبقات، ونحطه في التلاجة يتمسك لمدة 4 ساعات، وما يتمسك هوريهولكم. ومستمرين في التقليب لغاية ما طبقة الجيلي كلها دابت كده. نحط كوباية المية الباردة اللي احنا قلنا عليها، يبقى احنا كده حاطين كوباية مية مغلية زي ما مكتوب على العبوة بالظبط، دورنا الباكت فيها، وبعد كده حطينا كوباية مية باردة ونقلب. الجيلي مش عايز يدوب، مش عارفة ليه. المهم احنا وراه اهوت لغاية ما هندوبه خالص ان شاء الله. كده ده اهوت تمام. هناخد بقى يا حبايبي ونصب بالراحة كده على الطبق ايه، يا ريت نجيب معلقة كده ونصب عشان مفيش فتافيت تطلع. نصب على ظهر المعلقة كده، ما بتنزلش مرة واحدة في الطبق وتكسر وتفتفت الطبقة التانية. تمام، هنعملهم كلهم بنفس الطريقة، هرجع لكم تاني.
ودول اهوت بعد ما حطينا الطبقات. شوفوا قد ايه طبقات الجيلي جميله مع البسكوت، تحفه يا جماعه، طعمها جميل بصراحه.